أجمل وأحلى الوصفات اللي احنا دايما بنحب نعملها في أيام عادية وفي أيام رمضان وفي المناسبات. يعني الكنافة بالقشطة مفيش عليها اختلاف. معايا هنا كوبايتين من السكر، وبنفس الكوباية عيرت كمان كوبايتين من المية. وأول ما يغلي هنبتدي إن احنا نعصر عليه نص ليمونة، وبعد الغليان ب10 دقايق أو 12 دقيقة ننزل الشربات من على النار، وبيكون شربات الكنافة بيكون جاهز. نسيب بقى الشربات يبرد براحته، او ممكن ندخله التلاجة علشان يبرد. نبتدي بقى نحضر في الكنافة. معايا 500 جرام من الكنافة، انا حطيتها في الفريزر قبليها بليلة. هديها لفة واحدة كده زي ما انتوا شايفين، هي مجرد لفة كده او لفتين، وبعد ما تقدروا ما تخلوهاش ان هي تبقى مفرومة زيادة عن اللزوم. وبعد كده زودت معاها 3 معالق كبار من السكر البودرة، وبعد كده هزود بقى كوباية مليانة من السمنة البلدي. طبعا يفضل لو سمنة بلدي كده عندنا نضيف كده كوباية مليانة، بتدي طبعا الكنافة طعم حلو جدا. كنافة بالقشطة يعني سمنة بلدي. وبعد كده جبت صينية، الصينية ديت اللي أنا استخدمتها دي صينية مقاس 28، يعني النص كيلو من الكنافة، يعني 500 جرام من الكنافة بياخد صينية مقاس من 26 ل28. ودهنتها بقى دهنة حلوة كده من السمنة، يعني السمنة كده تكون طالعة من العلبة، مش لازم سمنة تكون سايحة. وندهن بقى الصينية حلو جدا، نغلفها بالكنافة كده حلو جدا، والجناب والأرضية الصينية بالشكل ده. وبعد كده جبت نص الكنافة وحطيتها في الصينية، وابتديت ان انا اوزعها زي ما انتوا شفتوا. نبتدي بقى نحضر الكريمة. معايا هنا لتر من الحليب، يعني 4 كوبايات من الحليب. زودت معاهم 4 معالق كبار من النشا، وزودت كمان معلقتين كبار من الدقيق. الدقيق هنا بيخلي الكريمة تبقى كريمية كده وجميلة جدا. وبعد كده زودت كمان رشة من الفانيليا، يعني ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. ودوبت بقى كل الحاجات دي في الأول على البارد. وزودت كمان علبة كده من القشطة اللي هي القشطة المعلبة. اخدت بقى الكريمة ورفعتها على النار، بس اهم حاجة لازم تكون النار هادية علشان الكريمة متاخدش معاكوا لون من تحت وتتحرق، وهتغير طعم الكريمة. هي بس كده بتبقى الكريمة خلاص استوت، اول ما تبص تلاقي ان هي ابتدت تتقل كده اهوت، خلاص نزلوها من على النار بتبقى جاهزة. خدتها بقى وصبيتها فوق نص الكنافة اللي احنا حطيناه في الأول، وهي سخنة هبتدي بقى ان احنا نوزعها كده بسباتولا، ونسيب الكريمة شوية كده لغاية ما تبرد. وبعد كده نجيب نص الكنافة التاني ونبتدي نوزعه كده زي ما انتوا شايفين، نوزعه كده على الحروف وفي النص، يعني نحاول ان احنا نسويها كويس. وبطراطيف صوابعنا كده بقى نحاول ان احنا نسوي الكنافة. لو في اي حاجة كمان في الجوانب كده في على الحروف نحاول ان احنا نظبطها ونسويها. ابتدت ان هي تفصل من الجوانب ولسه ما خدتش لون من فوق، افتحوا عليها الشواية علشان تاخد كمان لون من فوق. رشيت على الوش بقى رشة كده من الفستق، وبس كده هي بتكون جاهزة.